للوهلة الأولى رح نفكر إنه هي أفخاذ دجاج، بس بالواقع هي ما لها أفخاذ. لحتى نعرف طريقة تقديم هي الوصفة خلينا نبدأ بتجهيز وتحضير وصفتنا. بيلزمنا لتحضير وصفتنا 500 جرام صدور دجاج سلقناهم من قبل، حضرناهم وقطعناهم بهذا الشكل ليصيروا ناعمين. حطيناهم بكونتينر أو بصحن. وبيلزمني كمان 250 جرام بطاطا مسلوقة ومهروسة. وعندي التوابل اللي بدي ضيفهم ملح حسب الرغبة، تقريبا حطيت معلقة صغيرة. عندي زنجبيل معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة فلفلة حارة، وعندي نص معلقة صغيرة بودرة بصل، نص معلقة صغيرة بودرة الثوم، معلقة صغيرة فلفل أسود، ونص معلقة صغيرة بابريكا. وعندي كمان بضيف 100 جرام جبنة موزاريلا. بخلط العجينة اللي تشكلت عندي كلياتها بهذا الشكل لحتى تتماسك ويصير القوام تبعها مثل العجينة، بقدر اني شكله بهذا الشكل. هلأ عندي بطاطس مفرزنة طلعها من الفريزر وفورا بشتغل فيها وبشكلها بهذا الشكل. بحط حبة بطاطا وبشكل عليها العجينة يلي أنا عملتها لحتى يطلع شكلها عندي مثل فخذ الدجاج بهذا الشكل. وجهز الكمية كلياتها اللي عندي لحتى أخلصها، وبدخلها إذا بتحبوا على الفريزر تقريبا نص ساعة لحتى تتماسك. بس عندي هلأ المزيج يلي بدي، مزيج التغليف اللي هو عندي طحين، وبجهزة 3 بيضات كمان بصحن، وعندي بقسماط اللي هو الكعك المدقوق. أول شي بغمس عندي الدجاج بالطحين، بعدين بغلفه بالبيض، وآخر شي بالكعك المدقوق بهذا الشكل. وبجهز كل الكمية اللي عندي بنفس الخطوات لحتى تخلص. بهذا الشكل. وهيك صار الدجاج عندي جاهز مثل ما شايفين. هلأ بكون مجهزة عندي زيت على النار، بيكون حامي، وأول ما بنزل الدجاج بخفف عليه النار مشان يستوي بالتدريج. بقلبهم لحتى يصير لونهم ذهبي ويصيروا مقرمشين من برا مثل ما شايفين. هيك صاروا عندي جاهزين للتقديم. الطعم كتير رح يعجبكم، كتير رح تحبوا هي الوصفة، وخصوصا للي ما بيحبوا أفخاذ الدجاج. أكلتنا هي كلياتها من صدور الدجاج. لازم تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات، وإن شاء الله صحة وهنا على إلكم.